عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. مش معنى ان انا متضايقه منكم شويه ان انا يعني مش هتوحشوني، لا بصراحه كده وحشتوني. تمام. النهارده هنتكلم يعني دردشه، مش هنعتبره فيديو ولا حاجه مهمه، هتبقى دردشه. اول حاجه، لكل طالب لسه ما بدأش، انا عايزه ان انا اكون معاكم في كل خطوه، بحاول ان انا اكون معاكم في كل خطوه. عملت كذا فكره. اول فكره ان انتوا تذاكروا 12 ساعه يوميا وتبعت لي الستوب ووتش بتاعتك وانا اعمل لك شهاده كنوع من انواع التشجيع، عارفه ان هي مش حاجه قيمه بس كنوع من انواع التشجيع. الحاجه التانية، لكل الناس اللي لسه ما بداتش في المنهج، على قناه التليجرام بنزل كل يوم تو دو ليست العلمي وادبي. ويعني حاجات معينه هتخلصها في اليوم ده، وفي اخر اليوم هتقولي خلصت ايه ومش عارفه ايه. بس يعني انا حتى لما عملتهم 90% مش منضبط و10% منضبط. يعني انا شايفه ان تالتة ثانوي، والله انا حاسه بالضغط اللي فيك وبالرعب وفقدان الشغف وفقدان الطاقه. بس انت في فتره لو هتطول تذاكر 20 ساعه وتنام 4 ساعات تمام. لو عارف اللي هو انت مش هتقوم على الصلاه والحمام، وان انت لو هتاكل كده تاكل وانت بتذاكر. انت في الفتره دي، انت بقى يقول مثلا اقل من 90 يوم، اقل من 90 يوم على الامتحانات. وسيبك من المواد اللي ما بتضافش على المجموعه، دي امرها سهل، دي بتتلم في فيديو شرح ولو انت بتذاكر بالكتابه وخلاص خلصت. انا دلوقتي كل اللي انا طالباه من كل طالب ما بدأش، وكل طالب محتاس، وكل طالب وقف، يعني بدأ من اول السنه وقف. ابدأ، ابدأوا وسيبوها على الله. اللي وقف يكمل تاني ويسيبها على الله. اللي عليه متراكم كتير هيعمل ورقه اللي انا قلت عليها في كل الفيديوهات اللي فاتت، ان انت هتجيب ورقه كبيره وهتقسمها نصين، نص المتراكم ونص الجديد، هتمشي في الجديد وتاخد جزء من المتراكم. لو انت يا عم ماشي في المنهج كويس وعايز تراجع قبل ما المدرسين تبدا مراجعه، خليك ماشي في الجديد وخد جزء من القديم وتشوف له فيديو شرح شامل وحل. اهم حاجه دلوقتي الحل الكتير. واكتر سؤال بيتكرر، هنبدا حل شوامل امتى؟ انت مالكش دعوه يعني اللي عارف اللي هو الاجابه مش شموليه للكل. انت مثلا دلوقتي خلصت المنهج النهارده، خلاص انت هتبدا تحل تدريبات على كل باب، وفي نفس الوقت تحل شامل، هتحل الاثنين في نفس الوقت. طب انت لسه ما خلصتش المنهج، يبقى بتسال ليه؟ استنى. كل ما طالباه من كل طالب ومن كل طالبه ان انتوا تعملوا اللي عليكم. النتيجه دي بتاعت ربنا، يعني انا بقول لك اهو النتيجه دي بتاعت ربنا. انت مالكش دعوه، ولا ده عمل ولا ده حل 20 كتاب، انا ما عملتش حاجه، انا مش بادئ من اول السنه. والله انا تعبت من كتر ان انتوا بتشكوا، يعني انا ما تعبتش من شكوتكم وكل، لا انا تعبت من كترها، مش من كتر الكلام، فاهمين؟ يعني انتوا كلكم عندكم طاقه سلبيه، وانا بحاول ان انا امتص منكم الطاقه السلبيه دي، وبحاول ان انا اساعدكم على قدر الامكان. وفي الاخر ما بلاقيش انضباط، انا بقى بتضايق من عدم الانضباط، بحس ان انا ما عملتش حاجه، عارف اللي هو انت بتشتغل كتير وفي الاخر ما لقيتش حتى كلمه شكرا. انا مش منتظره منكم كلمه شكرا، والله مش عايزاها. كفايه ان يعني في منكم ناس بتدعي لي، دي بالنسبه لي عندي بالدنيا. تمام. كل اللي انا عايزاه منك، لو انت مش في قناه التليجرام ادخل، احنا بنعمل فيها تحديات وحاجات. واللي محتاج اي حاجه يبعت لي انستا او تليجرام او على صراحه، كل الروابط تحت في الوصف. وبس كده، يعني ده كان فيديو دردشه على السريع كده، ويا رب تستفيدوا منه بحاجه. باي.